السلام عليكم. المنظمات العالميه للصحه اتفقوا على مجموعه ديال الحقوق ديال المرضى، ولكن باختصار شنو هما الحقوق ديال المرضى في البلاد ديالنا؟ اول حاجه الطبيب خاصو يشرح لك مزيان المرض اللي عندك والدواء المناسب ليه قبل ما يخرجوا ليه، والطبيب ما عندوش الحق يقلبك ولا يداويك بلا الموافقه ديالك، حيت الجسم ديالك حاجه مقدسه حتى حد ما عنده الحق يقيسها بلا رضاك. وحاجه اخرى، الملف الطبي ملك ديالك، من حقك انك تطالع عليه في اي وقت او تاخذه باش تتبع عن جديد اخر، من حقك في السبيطار انهم يتعاملوا معاك بانسانيه واحترام كيف ما كنتي منين ما جيتي. اي حاجه عندها علاقه بالمريض هي سر بينه وبين الطبيب ديالو، الا في حاله المستعجلات او الا كان كيشكل خطر على راسو او على المجتمع ديالو. الحقوق ديال المريض هما الواجبات ديال الطبيب، الا كل واحد التزم بالواجبات ديالو فكل واحد غياخذ حقوق. كيف ما المريض عنده الحقوق فعنده واجبات كذلك، والواجب الاساسي ديالو انه يحترم المؤسسه الطبيه والطبيب المعالج ليه بكل ما في هذه الكلمه من معنى. وفي الاخير بلا نوصيكم سير الطبيب قبل لا نجرب. كان معكم الدكتور محمد زعيم جابري، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.